تعالوا اوريكم اكتشاف اكتشفته من كام يوم. انا ما اعرفش هو اكتشاف بالنسبه لكم ولا لا، بس هو بالنسبه لي اكتشاف لان انا كنت بعاني في الموضوع ده برضه. من ضمن الحاجات اللي انا كانت مضايقاني قوي هنا، هنا البسكوت بيبقى رفيع وهش كده، اللي هو بسكوت الشاي الساده، بيبقى هش كده وطعم باين فيه قوي طعم الزبده. فانا ما كنتش بحب البسكوت ده ومش متقبلاه خالص مع الشاي. فمهم يعني، وانا بلف في ريفا وبالتحديد في قسم الاوست اوروبا، لقيت هذا البسكوت في منه 3 انواع، 2 ساده زي ما انتم شايفين، وفي واحد البسكوته بتاعته شوكولاته هي. الاتنين الساده دول مش ساده، يعني في واحد طعم الحليب وواحد طعم الفانيليا تقريبا، مش فاكره. المهم يعني هو لونهم اصفر ولبني او ازرق، وفي لون التالت مش فاكره بني ولا ايه بالظبط. اما هو بسكوت حلو جدا وسميك زي ما انتم شايفين، يعني السمك بتاعه حلو، مش اللي هو بينزل يتكسر على طول في الشاي وكده، لا هو حلو، طعمه حلو. بس انا بالنسبه لي انا حبيت اللي لونه اصفر شويه، حاساه قريب من بتاعنا المصري اللي انا متعوده عليه. ده زي ما انا قلت لكم، هو في واحد لونه اصفر اللي هو ده اللي انا حبيته، وفي التاني اللي انا بجربه حاليا اللي هو لونه ازرق. الاتنين طعمهم حلو مش وحش، ولكن انا حبيت الاصفر اكتر بصراحه. برضه انا دورت عليه في شات جي بي تي، هو قال لي ان هو منتج روسي اوكراني، فممكن تلاقوه في المحلات الروسيه. ده اللي قاله شات جي بي تي، مش انا اللي بقول. لو ما لقيتوش زي ما قلت لكم في ريفا، ممكن تلاقوه، جربوه وقولي رأيكم فيه، وباي باي.